ساعات كتيرة بنحس إننا لوحدنا وخايفين ومش عارفين إزاي ممكن نكمل رسالتنا أو نأثر في الناس اللي حوالينا. ده بالظبط كان حال التلاميذ بعد صعود المسيح، بس في سفر أعمال الرسل بنشوف إزاي القصة دي اتغيرت 180 درجة. وعشان كده رحلتنا في سفر أعمال الرسل النهاردة هي اللي فيها الإجابة. بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلا بيكم في المنيو، بنساعدكم تختاروا تتعلموا إيه. ورحلتنا دي ليها خريطة واضحة جدا. يلا بينا نشوف المحطات اللي هنعدي عليها عشان نفهم حكاية الكنيسة الأولى. الحكاية كلها بتبدأ بسؤال مهم قوي: التلاميذ هيكملوا إزاي من غير وجود يسوع المادي معاهم على الأرض؟ الإجابة كانت في خطة إلهية واضحة قوي للانتشار. الخطة دي كانت متقسمة على 3 مراحل أساسية. بس قبل أي خطوة كان لازم التلاميذ يستقبلوا القوة اللي هتخليهم يقدروا يشهدوا للعالم كله. وهنا بقى بيجي الوعد العظيم بالروح القدس. دي مش مجرد قوة بشرية، لأ، دي قوة إلهية هتغير كل حاجة. الكنيسة في بدايتها كانت محتاجة القوة دي بالذات عشان تقدر تنمو وتواجه تحديات ما كانتش سهلة خالص. طيب إزاي بقى وعد القوة ده اتحقق على أرض الواقع؟ دي الرحلة اللي بنكتشفها في باقي السفر. الأساس اللي الكنيسة اتبنت عليه هو الرسل، شهود العيان، وكان يسوع المسيح نفسه هو حجر الزاوية. يعني الخطة كانت واضحة. أول حاجة القوة من الروح القدس، بعدها تيجي شهادة الرسل، والنتيجة هي تأسيس الكنيسة. بعد الكورس ده الموضوع مش مجرد معرفة، لكنه بيساعدنا نشوف إزاي ربنا بيشتغل في حياتنا. وتحول كان مذهل. تخيلوا في يوم واحد بس انضم للكنيسة حوالي 3000 شخص بسبب عمل الروح القدس. وعشان نفهم صح لازم نعرف مين هم الرسل. دول ببساطة شهود العيان اللي بدأوا كل حاجة. في رحلتنا دي هنغطي مواضيع قوية زي قوة الروح القدس، معنى الشهادة، وبناء كنيسة حية تقدر تواجه أي اضطهاد. كل اللي شفناه ده بيوصلنا لمبدأ مهم جدا في حياتنا الروحية كلها. الهدف هنا مش مجرد معرفة معلومات، الهدف هو بناء علاقة حقيقية. يعني تحول من إيمان مبني على الخوف لإيمان كله قوة وحب، وده اللي بيغيرنا من جوه. روابط البلاي ليست الكاملة للكورس هتلاقوها في الوصف. يا ترى إيه أكتر موضوع متحمسين ليه؟ شاركونا في التعليقات. ولو منيو النهاردة عجبكم وصلوه لغيركم عشان يستفيدوا. المنيو، وقتك ذهب. سلام.